أحبتي مشاهدي قناة العراقية، وعودة لضيفي الشاعر الحسيني أحمد الياسر. تحدثنا قبل الفاصل عن قصيدة أنه نعم. خيال الشاعر مرات ياخذه إلى مكانات ما يصلها المنطق. مرات أنا أقول عني أنا إنسان جاحد واني كذا واني كذا، حتى أوصل لموضوع معين أو موضوعة أريد أوصلها للمتلقي. فتحدثنا بهذا الخصوص عن قصيدة قبل لا ندخل نعم الاستوديو نسمح. سمعك اياها ان شاء الله. القصيدة تقول استاذ، نعم. تقول: مو من طين يمكن انا مخلوق. نعم. مو من طين يمكن انا مخلوق. يمكن انا مخلوق لان عن البشر مختلف طيني. ما عندي قلب ينبض ولا روح، ما ادري شلون كائن حاسبين. مو من طين يمكن انا مخلوق لان عن البشر مختلف طيني. ما عندي قلب ينبض ولا روح، ما ادري شلون كائن حاسبين. دمعاتي صخر ولو ابكي فد يوم اخاف من الدمع تنكسر عيني. الله الله. دمعاتي صخر ولو ابكي فد يوم اخاف من الدمع تنكسر عيني. اختلط في روحي طعم الزين بالشين، وعلى زين انتصر بالشين شيني. احساسي رمل وذاكرتي صحراء، وبقبر القساوة دافنيني. وبس جابوا قبال طار الحسين طلع موكب عذاب وسط عيني. الله. سنت. احساسي رمل وذاكرتي صحراء، وبقبر القساوة دافنيني. وبس جابوا قبال طار الحسين طلع موكب عذاب وسط عيني. اثار الله خلق لي احساس مجنون، ولكني كنت هامل احساسي. اثار الله خلق لي احساس مجنون ولكني كنت هامل احساسي. وطلع قلبي رقيق وحب الحسين ما يخلي قلب انسان قاسي. الله. وطلع قلبي رقيق وحب الحسين ما يخلي قلب انسان قاسي. رفعت الراس انا بحب الحسين وعلى مصاب الحسين الطمت راسي. رفعت الراس انا بحب الحسين وعلى مصاب الحسين الطمت راسي. يل صدرك وطن بس داسة الخيل، وطن مسحوق بخيول المآسي. يل صدرك وطن بس سحقة الخيل، وطن مسحوق بخيول المآسي. شفت منحرك راس ببحر الرماح، وانت ببحر دم عاشور راسي. وشفت تلطم عليك صغار وكبار، وتنوح عليك يا حسين الرواسي. اواسي من عليك وانت جبريل، اشوفه بمجلسك واقف يواسي. اواسي من عليك وانت جبريل، اشوفه بمجلسك واقف يواسي. رفعت الراس انا بحب الحسين وعلى مصاب الحسين الطمت راسي. سنت. أحسن الله عليك. يعني هذا الخيال الجميل يعني ياخذك لمكانات. هي القصيدة الحسينية لازم أن تكتب بشكل شوية متطور، نربط نعم. بين الوجداني وبين القضايا الوجودية وبين الخيال وبين قضية الإمام الحسين وما تعنيه لنا احنا، يعني الشعراء اللي نحترم الإمام الحسين ونقدس تضحياته. يعني الإمام الحسين ملك لكل البشرية، أنا قلتها، ويبقى ملك لكل الناس. ولذلك نشوف كل شخص باختلاف آرائنا واختلاف انتماءاتنا نحس ان حصه بهاي الشخصيه العظيمه اللي هي شخصيه الامام الحسين. الشعراء الكبار القدامى اللي كتبوا عبد الحسين ابو الشبع، عبود غفله، يعني بمن تاثرت من قصائدهم ظلت عالقه بذهنك قصيده؟ والله عبد الامير الفتلاوي. نعم. عبد الامير الفتلاوي طبعا ما اتذكر حتى ما تسالني خاف حافظ. بس بداية القصيدة الحسينية مثلا من يقول عايبني شقول عليك عايبني، دولبني زماني بيك دولبني. عايبني شقول عليك يا سلو، شلون انساك وانسى ايامنا الحلوة، البلوى مثلها ما سدت بلوى، والى اخر القصيدة. يعني تحس انه عبد الامير الفتلاوي بما يملك من حسة عظيمة، باعتبار انا اصلا مش خاب يعني. نعم، هم اسسوا لشيء كبير جدا.